هي تبي تنقذ نفسها مني، وانا المساكينة تبي تخلص نفسها مني، وانا فوقها قاعد انهش في لحمها لين وقعنا من على السرير، وهي تنزف الدم، ووجهها ودم، والدم ترى مغطي كل شيء. وانا والله يا شيخ ماني في وعي، كأني يعني انا اكلمك واشوف نفسي من بعيد، الى ان سكنت حركتها وهديت وكأنه ما في شيء، لين طلعت روحها. يقول انا قمت ودخلت دورة المياه وانا قاعد ملوث بدمها من فوق راسي لتحتي. يقول توضيت، وعارف اللي رحت اصلي، ورجعت ولا لقيتها على الارض ساكنة ودمها مغرق المكان. فيقول انصدمت، وش ذا؟ وش فيه؟ فيقول مسكت الجوال واتصلت على أهلها، وأنا أقول لهم يا جماعة الخير تعالوا شوفوا بنتكم، أنا ما أدري وش صار، ما كنت مستوعب شيء. اليوم قصة حقيقية وواقعية عن شاب كان مثالي، كان صالح في دينه وفي أخلاقه، لكن لحظة فضول غيرت حياته للأبد. قصة تبين الخطر اللي حولنا من مواقع ومن هذه الأمور، وكيف هذا الشيء يسلب منك وعيك في لحظة. فحن وداخلين في القصة، رجاء لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى أن تترك لي تعليق، وخلينا نكمل القصة. السلام عليكم. هل قد سمعت عن رجال أكل زوجته؟ إي والله، أكلها بيده، وما هو من آكل لحوم البشر ولا مجنون ولا عنده مرض نفسي، لا، رجال طبيعي ويصلي ويقرأ قرآن يقوم الليل، يعني رجال ما شاء الله عليه متزن. لكن اللي صار معه ما يخطر على بال بشر، شيء يوقف له شعر الراس ويخليك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 1000 مرة. وقبل لا ندخل في القصة وانت تسمعني الحين، حط لي لايك واترك لي تعليق، وإذا أنت مو مشترك حياك الله اشترك. يقول الشيخ اللي يروي القصة، يقول كنت في رحلة لمنطقة جازان، عندي محاضرات وملتقيات دعوية هناك في جازان. يقول بعد ما خلصت خطبي وأموري، جوني بعض الشباب وقالوا لي يا شيخ بكرة الجمعة واليوم خميس، وترانا حنا اتفقنا مع إدارة السجن إننا نجيب خطباء يخطبون في العنابر، يعني عارف اللي يتركون رسالة وأثر في المساجين، فنبيك تكون معنا وتخطب في إحدى السجون. فيقول أنا قلت ما عندي مانع، توكلنا على الله، هذا شيء وايد زين يحسن من سلوك المساجين وأمورهم. يقول فعلا رحت وخطبت الجمعة، وبعد الصلاة قالوا لي يا شيخ نبيك تسمع قصة شاب من أعجب القصص. قسم بالله يا شيخ قصته تقشعر لها الأبدان. قلت وش قصته؟ قالوا هذا الرجل أكل زوجته. قلت وشلون يعني؟ كيف؟ كيف يأكل زوجته؟ وهو مجنون شيء؟ قال لا والله رجال طبيعي وعاقل، لكن اللي صار معه شيء فوق التفسير. فقال الشيخ جيبولي. يقول جابولي وطلعت فيه كذا ولا شاب عمره حوالي 27 سنة، ملامحه هادية، وجهه عليه سكينة، وعيونه فيها خشوع غريب. فسلمت عليه وجلست معه وقلت له يا وليدي قل لي وش قصتك. فتنهد كذا عارف اللي بحصره وقال يا شيخ والله كنت متزوج من وحدة، امرأة والله إنها من خير الزوجات يا شيخ، تراها جمال وأخلاق ودين، وكنت أحبها حب ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ليلة من الليالي كنا جالسين في غرفتنا نسولف يعني سوالف عادية وبسيطة، وجونا هادي ورومانسي وضحك ومزح. فقلت لها أبي أكمل كلام شوي. قالت لي خلاص يا حبيبي روح نام ورانا شغل الصبح. قلت لا خلينا نسهر شوي بعد، وش عندنا قاعدين ومستانسين. يقول فجأة يا شيخ حسيت بدوخة، كأن الدنيا وقفت والتفت حولي كذا، وكأن غشاوة سدت على عيوني، وصارت الدنيا تموج قدامي كذا، وبدأت أشوفها بشكل غريب. يشوف منه؟ يشوف زوجته، بدأ يشوفها بشكل غريب مو طبيعي. يقول قربت منها أبي إني أبوسها على خدها، لكن اللي صار إني عضيتها من خدها ونهشت لحم خدودها بأسناني، عارف اللي
يا معود ايش تقول؟ قال والله يا شيخ هذا اللي صار. وهي المسكينة تصيح وتحاول تبعدني، وانا يا شيخ كأني في غيبوبة، ما احس وما اقدر اني اوقف نفسي. تقول وقعنا، الرجال يقول وقعنا من كثر هي تبي تنقذ نفسها مني، وانا المسكينة تبي تخلص نفسها مني، وانا فوقها قاعد انهش في لحمها لين وقعنا من على السرير، وهي تنزف الدم، وجهها ودم، والدم ترى مغطي كل شيء. وانا والله يا شيخ ماني في وعي، كأني يعني انا اكلمك واشوف نفسي من بعيد، الى ان سكنت حركتها وهديت وكأنه ما في شيء، لين طلعت روحها. يقول أنا قمت ودخلت دورة المياه وأنا قاعد ملوث بدمها من فوق الراس لتحتي. يقول توضيت، وعارف اللي رحت أصلي ورجعت، ولا لقيتها على الأرض ساكنة ودمها مغرق المكان. فيقول انصدمت، وش ذا؟ وش فيه؟ فيقول مسكت الجوال واتصلت على أهلها، وأنا أقول لهم يا جماعة الخير تعالوا شوفوا بنتكم، أنا ما أدري وش صار، ما كنت مستوعب شيء. قالوا له وش اللي صار؟ قال تعالوا وأنتم تشوفوا بعينيكم. يقولون جاوا أهلها، وش اللي سويت في بنتنا؟ قال ما أدري، كنا قاعدين واللي صار صار، لكن والله العظيم أنا ما أذيتها. يا أخوي منو اللي معكم ثاني؟ يقول الشرطة جت وأهلها، والمشهد كان كارثي، لحم وجهها فعلا متنهش بسنانه. يقول الشيخ سألته، قلت أسألك بالله تجاوبني بصدق؟ قال والله يا شيخ بجاوبك بصدق. قال له أنت تدخل مواقع إباحية؟ فهني سكت ونزل راسه، فقال له أو أنك تعاملت مع سحر أو قراءات شيطانية؟ قال لا. قلت له طيب دخلت مواقع لعبدة الشيطان؟ فرفع راسه وقال بصوت مبحوح والله يا شيخ قبل الحادثة بيومين دخلت موقع من هالمواقع للفضول فقط، وأنا أتصفح حسيت بشي دخل من رجولي وصعد بجسمي لين صدري. يقول من بعدها صرت أحس نفسي غريب، الصلاة تصير علي ثقيلة، أنسى كثير، أنظر لزوجتي وما أحس إنها يعني نفس الإنسانة اللي أنا أعرفها وزوجتي. يقول من يوم ما دخلت على هذا الموقع الدنيا تغيرت، وبعدها بيومين والله يا شيخ صار اللي صار. الشيخ قال له وش حسيت بعدين؟ طيب قال أول ما دخلت السجن كنت أحس إني كأني شيء يمشي في عروقي، شيء مظلم، لكن لما بديت أصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله أحس إن النور بدأ يرجع لي، أحس الشيء هذا صار يتبخر من جسمي شوي شوي لين اختفى، ولين يعني إني أنا رجعت لنفسي القديمة، وضعي وحياتي وأذكاري وصلاتي. لكن يا جماعة الخير للأسف الجريمة كانت بشعة، لدرجة أن أهلها رفضوا يتنازلون، وتحكم عليها بالقصاص ونفذ فعلا فيها الحكم فعلا. الشيخ يقول والله ما أنسى دموعه، ولا أنسى ملامحه ولا صوته لما قال يا شيخ ما كنت أنا اللي أكلت لحمها، اللي أكلها وأكل لحمها شيء كان موجود ساكن فيني، شيء دخل فيني وتخلل، دخل في عروقي وفي أنفاسي، غيرني وغير صفاتي. فيا جماعة الخير الدنيا فيها فتن تمشي على رجلين، مواقع، صور، مقاطع، كلها بوابات للظلام وللشيطان. ما يحتاج أكثر من أنك تكون في لحظة ضعف. احرصوا على أذكاركم، لا تتركون القرآن، لا تفتحون قلوبكم لمواقع الشر، لا تخلون الشيطان يلقى له باب ويدخل ويجيك. ترى ممكن يدخل من نظرة أو من مقطع أو من فضول في ثانية، وتخسر بعدها دنياك وآخرتك. فداوموا على آية الكرسي قبل النوم واذكروا الله وتحصنوا، فالدنيا فيها ما يفقد العقل ويطفي النور. واللي صار لهالمسكين أكبر شاهد وأكبر دليل. تخيل من رجل يحافظ على أذكاره وصلاته، إلى شاب ينهش لحم زوجته بعد ما تلبس الشيطان فيه. ترى القصة حقيقية، فيعني عارف اللي ألفتن كثيرة. أتمنى تكون القصة عجبتكم وخذيتوا منها العظة والعبرة،
وفي نهاية الفيديو رجاء إذا أنت مو مشترك في القناة فحياك الله اشترك ويانا، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى أن تترك لي تعليق، وانتظرونا في فيديو جديد وقصة جديدة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.